الحقيقه يوم بعد التاني بيزداد فخرنا بالنادي الاهلي، فخرنا كاهلاويه وكمان فخر مصر. فخر مصر وافريقيا بالنادي الاهلي طبعا، لان النادي الاهلي دايما بيكون في حته تانيه، في مكانه مختلفه بيشهد بيها كل المنافسين قبل ابنائه. الحقيقه بكل امانه دائما ما نجد منافسين النادي الاهلي بيشهدوا له بالاحترافيه والنظام وعداله وتطبيق المبادئ، بعيدا عن اي نتائج، مين كسب مين اتعادل مين خسر. تمام، دي بتبقى في الكوره، ساعات بنكسب ساعات بنخسر، حاجه هنتكلم في هذا الامر، ولكن دائما يظل النادي الاهلي هو فخر مصر الحقيقه في الرياضه المصريه. ودايما ده اللي احنا بنشوفه من خلال اوجه الناس كلها او وجوه الناس كلها لما بيحصل حاجه في النادي الاهلي. لانه بنقول كده ليه؟ لانه الحقيقه استكمالا لرعايه النادي الاهلي والعقود اللي بيعملها واللي بتعتبر عقود تاريخيه الحقيقه في مصر وافريقيا. يمكن الناس كتير قوي هتقول لي انت عمال تفخم وتعظم وتكبر. والله يا جماعه يمكن عشان انا في الموضوع شويه، فببقى عارف كيف تعمل الشركه المتحده مع النادي الاهلي عشان يقدروا يجيبوا حاجه تليق باسم النادي الاهلي وبسمعه النادي الاهلي. الموضوع مش بسيط زي ما حضرتك متخيل انه انا ما اعرفش الناس بتتخيل في هذا الامر ازاي، ولكن المهندس سيف الوزيري والاستاذ محمد يحيى مع الكابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في الجانب الاخر، الحقيقه مش عايز اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل عشان نصل لهذه الارقام اللي احنا الارقام في الفلوس يعني. فالارقام اللي بتيجي للنادي الاهلي صدقوني بتيجي عشان اسم النادي الاهلي، وبتيجي علشان المميزات اللي بتديها الشركه المتحده للناس كلها، مع اللي هي مميزات النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي ومقرات النادي الاهلي و19 لعبه موجوده في النادي الاهلي اشار ليهم كابتن محمود الخطيب النهارده. حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها، ولكن الموضوع مش بسيط. الموضوع مش ان انا يلا يا جماعه تعالوا نقعد نتكلم فخلاص الموضوع خلص، لا، الامور بتاخد شهور طويله جدا من التفاوض ومن حاجات داخليه بقى جوه العقد، يعني ما نقدرش نتكلم فيها ويمكن ما نعرفهاش فما نقدرش نتكلم فيها. لكن اللي عايز اقوله لحضرتك ان اسم ناديك كبير، افتخر باسم ناديك، اتبسط باسم ناديك. هنتكلم في الكوره وفي الرياضه وهنتكلم في اللي بيحصل في الكوره وتعادلنا ازاي مع سان داونز وهنعمل ايه الفتره اللي جايه، وهنتكلم في كل الكلام ده، ولكن هنتكلم واحنا فخورين، هنتكلم واحنا سعداء باسم نادينا ومبسوطين ان عندنا نادي او عندنا مجلس اداره بيقدر يجيب لنا رعاة بالشراكه طبعا مع الشركه المتحده لهذا الامر. فبالتالي اسم النادي الاهلي كبير جدا، خلينا نفتخر ودايما نبقى مبسوطين.